السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. تحليل سريع لمباراة الأهلي وبيراميدز التانية. مفيش شك إن الشيبي خربها في الماتش التاني، والكوتش بتاع بيراميدز كمان. وأنا قلت لكم قبل كده إن الأهلي هيفوز في الماتشين لأسباب كتيرة. أولا، طول النفس عند الأهلي ما شاء الله، فريق بطولات، فريق مستقر، كتيبة لعيبة عندها روح، عندهم بدلاء كتير جدا. كولر أموره مستقرة وعنده لعيبة كتير. الشيبي خربها. ابتدى الأول طبعا، يعني كان في ضربة جزاء للأهلي لبيراميدز، والفار تدخل والحكم حسبها وبعدين اتلغت في الدقيقة 13. بعد كده الشيبي في الدقيقة حاجة و20 بيتفلسف وبيلعب قدام الأهلي، بيتفلسف بيلعب بكعبه. راحت اتخطفت منه الكورة وإمام عاشور جري بيها بفدادين ولعبها لوسام أبو علي المهاجم الفلسطيني الجديد، دخل وحطها منفرد بأحمد الشناوي بسهولة وجابوا جول. يعني يا شيبي، الأهلي مش الفريق اللي يتلعب بيه قدامه بالكعب، خصوصا انك انت لازم تخاف على كل كورة وكل الكور. تلعب بالكعب قدام الاهلي هتتلسع وتاخد فوق دماغك. مفيش هزار مع الاهلي. انت مغلوب في الماتش الاولاني 3-2، وكان في احداث برضو كتيرة وضربات جزاء واتلغت ومش عارف ايه. فانت كان المفروض على الاقل تتعادل او تغلب الماتش ده. انت اتفلسفت ولعبت بكعبك، الاهلي جاب جون وحافظ عليه. الشوط الثاني طبعا انت عندك بقى مصطفى فتحي زعلان والفريق تعبان ومش قادر يعمل هجوم على الاهلي، والاهلي متماسك وما شاء الله، يعني دفاعيا قوي جدا. محمد عبد المنعم موجود ومعاه مروان عطية، ومعاهم امام عاشور ووسام ابو علي، يعني كتيبة ما شاء الله. الشوط الثاني الكوتش طبعا بتاع بيراميدز متجنن ومتضايق، وحتى اتجنن من حركه الكعب بتاعتك. فيعني انتوا الاتنين كنتوا متجننين على الاخر ومش هاديين، وازاي تفوزوا بالطريقه دي. الشوط التاني دخلت على حسين الشحات، انت عايز تعوره وتبطلوا كوره، وبعدين حصلت بقى الخناقه الكبرى. فيعني انت كده ما ساعدتش فريقك خالص يا شيخ. انت بادي الماتش وانت متوتر، ووترت الفريق كله، ووترت الكوتش المجنون بتاعكم اللي بره. فالشوط الثاني دخلت على رجل حسين الشحات، عايز تبطلوا كوره، طبعا دي فيها طرد وطرد مستحق، وانت كمان طالع عامل هليله وخناقات والحقوني وشتايم واخد حقي ومش عارف ايه. يعني انت يا شيبي خربتها على بيراميدز عادي يعني خالص. وغير كده يعني انا قلت لكم الاهلي هيفوز، فريق بطولات مستقر عنده نفس طويل. بيراميدز بيحسسني ان هو لعيبه زي موظفين الحكومه بيقبضوا المرتب وخلاص من غير شغل، ولا في اي روح، ولا في اي يعني موتيفيشن، ولا عزيمه، ولا قوه، ولا اراده انك تغلب الاهلي. يعني على الاقل لو كنت عايز تحافظ على حظوظك في الدوري، انت كنت تتعادل مع الاهلي الماتشين وتخلي فرق النقطه ده لو الاهلي كسب كل ماتشات. انما انت كده فتحتها على البحري خالص وبقت فرق 7 نقط. وارجع اقول لكم للمره المليون، مبروك للاهلي الفوز بالدوري، ومفيش منافس للاهلي بصراحه السنه دي. فريق مستقر، عنده مدرب ذكي، كتيبه لعيبه، اعلام مساند، جمهور مساند قوي. فالف مبروك. ويعني المرتزقه بتوع بيراميدز دول للاسف مش نافعين. الفريق يعني مش باللعيبه الجامده وحلوه وبس، يعني لازم يتخلق له دوافع انه يفوز باي بطوله. اعزائي المشاهدين، شكرا لحسن المتابعه، كل سنه وانتم طيبين. ميرسي.